السلام عليكم. في 8 أغسطس سنة 2014 وزارة الداخلية السعودية بتنفذ القصاص في شخص خلق حالة من الرعب والفزع عند السعوديين في الفترة ما بين 2007 لحد 2010، وتعرف باسم سفاح ينبع أو سفاح النساء. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. حكايتنا بتبدأ سنة 2007 في محافظة ينبع في السعودية. الشرطة في الوقت ده بدأ يجيلها بلاغات كتيرة من أسر مختلفة، وكلها عن اختفاء الخادمات بتوعهم، وبقى ملهمش أثر، وما يعرفوش إن كانوا هربوا ولا اتخطفوا ولا حصل لهم إيه بالظبط. وفعلا الشرطة بعد البلاغات دي بدأت تدور وتروح تتكلم مع أصحاب البيوت، وياخدوا صور وبيانات الخادمات دول علشان لو لقوهم يقدروا يتعرفوا عليهم. وطبعا الحكاية دي خلقت حالة من القلق والخوف، لدرجة إن الأهالي منعوا أي واحدة من العاملات بتوعهم إنها تخرج لوحدها. واللي زود الطينة بلة إن بعد فترة الشرطة بيجيلها بلاغ عن وجود جثة لواحدة ست على طريق ينبع النخل. الشرطة لما وصلت لمكان البلاغ لقت فعلا جثة لواحدة ست، بس وشها كله مشوه بمية النار، وملقوش كمان معاها أي حاجة تثبت هويتها، بمعنى إنهم لقوا نفسهم قدام حيطة سد، وده خلاهم يصنفوا القضية ضد مجهول. وفي سنة 2009 الشرطة بيجيلها بلاغ تاني إن مجموعة أطفال وهم بيلعبوا على كورنيش ينبع لقوا جثة لواحدة ست، وعلى طول الشرطة بتروح لمسرح الجريمة، وبيلاقوا فعلا جثة لواحدة ست، وبرضه وشها كله مشوه بمية النار، ومعهاش أي حاجة تثبت هويتها. والسنة اللي بعدها على طول سنة 2010 نفس الموضوع بيتكرر لتالت مرة. بلاغ بيجي للشرطة، ولما بتوصل الشرطة لمكان الجريمة بيلاقوا جثة لواحدة ست، ووشها مشوه بمية النار، وبرضه معهاش أي حاجة تثبت هويتها. الشرطة هنا اتأكدت إن القاتل يبقى شخص واحد، لأن طريقة القتل هي، وكمان لاحظوا إن التلات جثث واضح إنهم من أصول آسيوية، وإنهم بكده قدام قاتل متسلسل. بس اللغز بقى، مين هو الشخص ده وبيعمل كده ليه؟ وطبعا مش عايز أقول لكم إن الموضوع خلق حالة من الرعب والفزع في السعودية، وبالتحديد في ينبع. وللأسف الشرطة ما قدرتش توصل لأي حل، لحد ما في يوم من الأيام الشرطة قبضت على بعض المتسولين في الشوارع علشان يمنعوهم ويخوفوهم من الفعل ده. بس لاحظوا إن من ضمن المتسولين دول شاب صغير باين عليه التوتر الشديد، ولما فتشوه لقوا معاه بطاقتين هوية، واحدة باسمه الحقيقي وواحدة تانية باسمه مزيف. وهنا طبعا الشرطة سألوه مين اللي عمل لك البطاقة المزورة دي، لأنهم كده قدام قضية تزوير ممكن جدا يكون وراها حاجة أكبر من كده. بس المفاجأة إن الشاب ده وبعد الضغط عليه اعترف إن اللي خلاه يعمل كده هو والده، وإنه مش هو بس، والدته وإخواته هما كمان معاهم بطايق مزورة، وإن والده أجبره على التسول هو وعيلته كلها، وخلاه يسيب تعليمه هو وإخواته، وإن لو حد فيهم فكر يعترض بيضربهم ويعذبهم وممكن يحرقهم كمان. وعلشان كده محدش بيقدر يقوله لأ في أي حاجة. ده غير إنه ساعات كتير بيجيب ستات في البيت قدام والدته واخواته محدش بيقدر يقوله حاجة، وإن معظمهم من أصول آسيوية، وبالتحديد من أندونيسيا. وطبعا الشرطة بعد الاعترافات دي بدأوا يدوروا ويحققوا ورا الأب ده علشان يعرفوا كلام الابن صح ولا لأ. وفي نفس الوقت لأنهم شكوا إن الشخص ده ممكن يكون ورا جرائم القتل والتلات جثث اللي لقوهم. وفعلا بعد التحريات عرفوا إنهم مش قدام شخص عادي، ده شيطان بمعنى الكلمة. الشرطة من خلال التحريات عرفوا إن الأب ده اسمه عودة من اليمن، ومتزوج من واحدة اسمها فاطمة، وعندهم 5 أطفال. عودة جه السعودية هو وأسرته علشان يدور على فرصة عمل، وفضل يتنقل من مكان لمكان ومن وظيفة لوظيفة لحد ما استقر بيه الحال في ينبع، واشتغل هناك في محل. عودة طول الوقت كان بيطلب زيادة من صاحب المحل، لأن الراتب مش مكفيه هو ومراته وال5 أطفال. لكن صاحب المحل في كل مرة كان بيرفض، لحد ما في النهاية عودة ساب الشغل وبقى عاطل. ومن بعدها بدأ يجبر مراته وعياله إنهم ينزلوا يتسولوا في الشوارع، وآخر اليوم ياخد منهم الفلوس اللي جابوها. بس للأسف إن عودة كان بياخد الفلوس دي مش علشان يصرف عليهم أو حتى يحوشها، لكن السبب الحقيقي هتعرفوه كمان شوية. الشرطة طبعا بعد ما عرفوا من التحريات كل المعلومات دي عن عضة، كان لازم يتم استدعائه علشان يحققوا معاه، وفتشوا بيته وموبايله. وهنا كانت المفاجأة. الشرطة لما فتشت موبايل عضة
لقوا عليه صور مخلة ليه مع ستات آسيوية، وده طبعا خلاهم يشكوا إن ممكن تكون الصور دي لأي حد من الستات اللي اتقتلوا. وما كانش قدامهم ساعتها غير إنهم يقبضوا على عضة ويطبقوا الصور اللي لقوها على موبايله بصور الخادمات اللي أخدوها من أصحاب البيوت. وفعلا طلع شكهم في محله، ولقوا إن في تطابق لثلاث صور، وده معناه إن عضة هو القاتل اللي بيدوروا عليه. وكمان بعد ما عرضوا عليه اعترافات ابنه، عودة انهار واعترف بالجرائم اللي ارتكبها. وركزوا معايا في التفاصيل دي كويس. عودة اعترف إن أول ضحية قتلها كان في سنة 2007، واسمها حليمة. عودة بعد ما اتعرف على الست دي ومن كلامه معاها، عرف إنها بتعاني في شغلها وإن مرتبها قليل جدا ومش مكفيها. وهنا عودة استغل الفرصة وعرض عليها يوديها لشغل تاني بس بمرتب أكبر. وطبعا حليمة فرحت ولمت هدومها وسابت شغلها القديم. في نفس اليوم ده قابلت عودة وحصل ما بينهم علاقة. بس بعد يوم والتاني والتالت عودة ما نفذش أي وعد من اللي وعدها بيه. وهنا قررت حليمة إنها تفضحه لو ما نفذش وعوده ليها. وساعتها عودة ملقاش قدامه غير إنه يتخلص منها، وفعلا ضربها بعصاية كبيرة أكتر من مرة. وبعد كده خنقها بطرحتها لحد ما اتأكد إنها ماتت. وبعدين رمى جثتها على طريق ينبع النخل، ورمى عليها مية نار علشان محدش يقدر يتعرف عليها. ودي كانت الضحية الأولى. أما الضحية التانية واللي لقوها في سنة 2009، فدي بقى كانت واحدة عضة اتعرف عليها وعرض عليها يعملوا علاقة مع بعض وهيديها فلوس كتير. وفعلا الست دي بتوافق وراحت معاه، بس بعد كده رفض إنه يديها الفلوس. وساعتها الست دي هددته إنها تروح تبلغ عنه وتقول إنه اغتصبها. وبرضه ساعتها ملقاش قدامه غير إنه يتخلص منها، ومسك طوبة وفضل يضربها على دماغها لحد ما اتأكد إنها ماتت. وبعد كده رمى عليها مية النار ودفنها في طريق كورنيش ينبع. ودي كانت الجثة اللي لقوها الأطفال وهما بيلعبوا. أما الضحية التالتة واللي لقوها سنة 2010، عضة اتعرف عليها في سوق المدينة وكانت ساعتها سايبة البيت اللي شغالة فيه وبتدور على شغل. عضة طبعا ساعتها بقلبه الحنين عرض عليها تيجي عنده البيت لحد ما يلاقي لها شغل في مكان تاني. المهم إن الست دي ومعرفش صدقت عضة ازاي، بس ده فعلا اللي حصل. راحت معاه البيت. ونخلي بالنا إن عضة دخل البيت ومعاه واحدة ست عادي كده قدام مراته وعياله، ومحدش فيهم قدر يفتح بقه. وده بيأكد لنا إزاي كانوا فعلا بيخافوا منه. وبعد ما كل اللي في البيت ناموا عضة حاول يعتدي على الست دي، وساعتها الست دي خافت وجرت علشان تهرب منه. بس طبعا عضة ما كانش ينفع يسيبها تهرب، فجرى وراها وضربها بالسكينة لحد ما ماتت. وبعد كده رمى عليها مية النار زي ما حصل مع الاتنين اللي قبلها. وكمان الشرطة من خلال اعترافات عضة عرفوا منه إنه كان ناوي في نفس اليوم اللي قبضوا عليه يقتل الضحية الرابعة. ولكن سبحان الله الست دي فعلا ربنا نجاها. التفاصيل دي كلها خلت القضية تتشهر جدا في السعودية، وتعرف عضة بسفاح ينبع أو سفاح النساء. بس الغريب بقى واللي يوضح قد إيه إحنا قدام شخص فعلا بميت وش، إن كل الناس اللي اتعاملوا مع عضة قالوا عنه إنه شخص محترم وخجول. وكان حتى في شغله لما ست بتدخل المحل كان بيبص في الأرض ويغض بصره. بس للأسف إن كل ده كان بيتحول بمجرد ما يوصل بيته ويتحول لوحش مع أسرته وبيظهر على حقيقته. عضة طول الوقت وهو في السجن كان بيقرأ قرآن وبيطلب من عيلته إنهم يسامحوه. وفي يوم 14 سبتمبر سنة 2010 تم الحكم على عضة بالإعدام، وتنفذ الحكم بعدها بأربع سنين، وبالتحديد في يوم 8 أغسطس سنة 2014 وسط الأهالي اللي راحوا علشان يشوفوا سفاح ينبع وهو بيتعدم. عضة ده فعلا زي ناس كتير ممكن تبان إنها طيبة وفي حالها، بس من جواها بتبقى شيطان ماشي على الأرض. والحقيقة برضو أنا مش عارف إيه هو السبب الحقيقي اللي يخلي واحد زي عضة يعمل كده. يهمني أعرف رأيكم في التعليقات. سلام عليكم. في المنطقة اللي قدامنا دي مجموعة من الناس كانوا رايحين شغلهم، وفجأة بيشوفوا قدامهم هياكل وعظام بشرية وجماجم بأشكال وبأحجام مختلفة علشان يتم الكشف عن سلسلة جرائم هي الأبشع في تاريخ المغرب. أهلا بكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. حكايتنا أحداثها بتبدأ في يوم 20 أغسطس سنة 2004 في جنوب المغرب، وبالتحديد في مدينة تارودنت، المدينة اللي معروف عنها الهدوء وكل سكانها طيبين وعايشين في سلام. بس اللي حصل إن في اليوم ده مجموعة من الناس كانوا رايحين شغلهم الصبح، وفي الطريق عدوا على منطقة اسمها الوادي الواعر.
وهناك على جنب الطريق اتصدموا لما شافوا هياكل وعظام بشرية وبأشكال وبأحجام مختلفة. المنظر كان مرعب وصعب جدا لكل الموجودين، وعلى طول بتوصل الشرطة، وأول حاجة عملوها إنهم أخدوا الهياكل والعظام البشرية علشان يتم فحصها وتحليلها، وكانت النتيجة مرعبة. تقرير الطب الشرعي أكد إن الهياكل دي ل8 أطفال ومراهقين أعمارهم ما بين 10 ل 17 سنة، وماتوا بسبب الخنق بعد ما تعرضوا للاغتصاب. وحدد التقرير إن الوفاة كانت من حوالي 3 سنين. تحليل التربة اللي لقوها موجودة في الجماجم بيأكد إنهم اتدفنوا في مكان غير اللي ماتوا فيه، وده لأنها تربة صالحة للبناء عكس التربة الموجودة في الوادي الواعر. ولقوا كمان شريط لاصق موجود في جمجمة منهم بيرجع لجمعية خيرية. الشرطة بعد المعلومات دي بدأوا في تحرياتهم علشان يقدروا يوصلوا للجاني. وفي البداية كل الشكوك كانت بتحوم حوالين الأشخاص اللي معروف عنهم الشذوذ الجنسي، لكن بعد ما حققوا معاهم ما وصلوش لأي نتيجة. أفراد الشرطة بعدها رجعوا تاني للمكان اللي لقوا فيه الهياكل العظمية، وكان كل أمالهم يلاقوا أي دليل يوصلهم للقاتل، لكن برضه كل ده كان من غير أي فايدة. بس فجأة واحد من أفراد الشرطة بيلاقي ورقة مقطوعة من نتيجة بتاريخ يوم 12 ومكتوب فيها الحاضي، وبعدها أقسم بالله أن أنتقم. الاكتشافات المرعبة دي طبعا انتشرت بعدها في كل أنحاء المغرب، وده لأنها جريمة مش عادية. 8 جثث لأطفال ومراهقين بيموتوا في ظروف غامضة، وبعد 3 سنين بتظهر جثثهم، وكمان الورقة اللي لقوها وفيها شخص بيقسم إنه هينتقم. كل ده بيأكد إنهم قدام جريمة أول مرة يشوفوها في حياتهم. وطبعا وقتها الإشاعات بدأت تظهر، والناس قالوا إن دي عصابة من اللي بتخطف الأطفال، وناس تانيين قالوا إن أكيد تم استدراجهم من الدجالين علشان يستخدموا كقرابين. وطبعا الشرطة كان لازم توصل للحقيقة وفي أسرع وقت. من ضمن الخيوط اللي كانت في إيد الشرطة هو الشريط اللاصق اللي لقوه موجود في جمجمة وبيرجع لجمعية خيرية، بس لما راحوا لها واتكلموا مع العاملين فيها لقوا إن ملهمش أي علاقة بالموضوع. وده خلاهم يفسروا إن الشريط ده ممكن يكون وصل للجمجمة من مسرح الجريمة نفسه أو بطريقة تانية، وبكده أول خيط ما وصلهمش لأي نتيجة. الشرطة بعدها بدأوا يفتحوا ملفات الأطفال والمراهقين المفقودين من 3 سنين، وركزوا على الحالات اللي أعمارها ما بين 10 و17 سنة. ولما عملوا تحاليل الدي ان ايه، التحاليل دي بينت ان في 3 حالات مطابقة للملفات اللي عندهم، وده خلاهم يعرفوا معلومات اكتر عن ال3 حالات دول، زي ظروف اختفائهم وتحركاتهم واخر مكان اتشافوا فيه. وقدروا كمان يعرفوا ان ال3 حالات دول كان بينهم عامل مشترك، وهو انهم كانوا بيشتغلوا في محطة المدينة. ونخلي بالنا ان المحطة دي هي اكتر منطقة حيوية في المدينة ومليانة ناس طول اليوم، ومن هنا بدأوا يراقبوا المحطة ال24 ساعة علشان لو القاتل فكر إنه يرتكب جريمة تانية يمسكوه هو متلبس. بس من خلال فحص كشوفات الناس اللي شغالين في المحطة لفت انتباههم شخص اسمه نجيب الحاضي، ولو فاكرين إنه نفس الاسم اللي لقوه مكتوب في الورقة الحاضي. وطبعا ده خلاهم يراقبوا تحركاته وتصرفاته، بس بعد فترة لقوا إنه شخص عادي وفي حاله، ووقتها قرروا إنهم هيحققوا معاه، يمكن يكون عارف أي معلومة تفيدهم في التحقيقات. وفعلا بعد ما حققوا معاه اتأكدوا إنه ملوش علاقة بالموضوع وما يعرفش أي حاجة. بس من خلال التحقيقات سألوه أنت تعرف حد تاني بنفس الاسم؟ قال لهم أخويا واسمه عبد العالي الحاضي، وبيشتغل في نفس المحطة عند كشك بيبيع سندوتشات. ولما سألوه طب هو فين دلوقتي، قال لهم إنه بيشتغل بالليل بس، وده زود الشك جواهم. وعلى طول أخدوا نجيب وراحوا لبيت أخوه عبد العالي، واللي كان في منطقة قريبة من المحطة، وكان عبارة عن كوخ جوه أرض فاضية وليه باب حديد. الشرطة لما خبطت على الباب فتح لهم عبد العالي، ولما لقى الشرطة قدامه قال لهم جملة غريبة محدش كان متوقعها. عبد العالي قال لهم أنا كنت مستنيكم علشان تخلصوني من العذاب اللي أنا عايش فيه. وعلى طول تم القبض على عبد العالي، ودخلوا فتشوا بيته والأرض اللي جوه. الأرض دي لما حفروها لقوا لبس كتير مدفون فيها، ولقوا دفتر فيه ورقة مقطوعة وكانت بتاريخ يوم 12، نفس الورقة اللي لقوها في مسرح الجريمة. وطبعا بعد ما الجريمة دي اتحلت وعرفوا القاتل، الأخبار انتشرت في كل حتة، والناس كانوا عايزين يشوفوا القاتل، واللي في الحقيقة بيبان كأنه شخص عادي، بس كلامه بيأكد إنه شخص مش سوي. الشرطة لما بدأت تحقق مع عبد العالي كان أول سؤال اتوجه له هو ليه عمل كده، وساعتها بدأ عبد العالي يحكي قصته.
سنة 1962 اتولد عبد العالي الحاضي في نفس المدينة واللي هي ترودانت. عبد العالي عيلته حالتها المادية ما كانتش ميسورة، وكان والده بيشتغل خباز وطول الوقت في شغله، ويمكن ده خلى عبد العالي يتعلق جدا بوالدته لدرجة إنها لما توفت وهو في سن صغير جاله انهيار عصبي من الصدمة. ومعداش بعدها وقت طويل ووالده اتجوز واحدة تانية وخلف منها ولدين وبنتين، وبقى يهتم بيهم أكتر من عبد العالي وأخوه. والأصعب كمان إن مرات أبوه كانت بتعامله وحش وبتضربه، وفضل الحال ده مكمل معاه حتى بره البيت ومن كل اللي حواليه. عبد العالي لما بقى عنده 14 سنة حصل معاه موقف صعب جدا غير حياته تماما، وهو إن مجموعة من الشباب اتلموا عليه واغتصبوه. وطبعا الموضوع ده غير تفكيره تماما وخلى عنده عقدة نفسية، وبقى عايز يكرر اللي حصل معاه ده مع أطفال تانيين. عبد العالي قال إنه ما كانش مبسوط من اللي بيعمله، بس وقتها هو ما بيبقاش في وعيه بالكامل، وكان على طول بيحلم بضحاياه وهم بيرموه بالحجر، لكن في نفس الوقت كان بيستمتع وهو بيغتصب الأطفال وبيحس إنه انتقم لنفسه من اللي حصل معاه زمان. عبد العالي لما سألوه أنت كنت بتستدرج الأطفال دي إزاي؟ قال لهم إنه كان لما بيخلص شغله الصبح بدري بيفضل قاعد مستني الأطفال المشردين أو اللي بيشتغلوا في المحطة، وساعتها بيعرض عليهم أكل وحلويات، وطبعا الأطفال بيستجيبوا وبيروحوا معاه. عبد العالي كان بيمشي معاهم في طريق مقطوع، وكان على طول مولع سيجارة في إيده وهو ماشي، وأول ما بيوصل للكوخ بتاعه بيطلع السكينة ويخوف بيها الأطفال ويغتصبهم، وبعد كده يخنقهم لحد ما يموتوا، وبعدين يدفنهم عنده في الكوخ ويردم فوقيهم، ويولع سيجارة تانية وينام فوق الحفرة. والغريب إن عبد العالي كان المبرر اللي خلاه يعمل كل ده هو إنه مش عايز الأطفال دي تكبر ويبقى عندها عقدة زيه. وكانت آخر جريمة ارتكبها سنة 2001 لما قتل ولد عنده 17 سنة. وسنة 2004 عبد العالي عرف إن الأرض اللي فيها الكوخ بتاعه هيتبني عليها عمارة جديدة، وساعتها خاف إن جرايمه دي تتكشف، فطلع الهياكل العظمية والجماجم ورماها بنفسه عند الوادي الواعر، وتاني يوم على طول الناس اكتشفوا البقايا دي. عبد العالي كان ليه جار الشرطة قبضت عليه هو كمان، علشان كان على طول بيشوف أطفال داخل الكوخ عند عبد العالي ومفيش ولا مرة بلغ عنه. وقبضوا كمان على عامل شغال في المحطة علشان كان عارف باللي بيحصل وفضل ساكت. وفي يوم 11 ديسمبر سنة 2005 عبد العالي وقف في المحكمة وحكى كل الكلام اللي اتقال ده قدام المحكمة. ووقتها القاضي سأله لو ندمان على اللي عمله، لكن عبد العالي رد وقال إن مسألة ندمه دي حاجة بينه وبين ربنا ومحدش له دخل بيها، وفي النهاية اتحكم عليه بالإعدام. بس للأسف إن العقوبة دي ساعتها ما كانتش بتطبق في المغرب، فاتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي 7 مايو سنة 2022 عبد العالي توفى بعد 17 سنة قضاهم في السجن. الحكاية دي بتوضح إن أشخاص كتير زي عبد العالي وغيره اتعرضوا لمواقف صعبة في طفولتهم، وللأسف إن المواقف دي بتفضل مكملة معاهم باقي حياتهم. وعلشان كده الأطفال اللي بتتعرض للاغتصاب أو الضرب لازم يتم علاجهم وإعادة تأهيلهم نفسيا علشان ما يتحولوش في المستقبل لشياطين. سلام عليكم. في معظم الجرائم بنلاقي إن الجاني عاش طفولة معقدة أو مر بظروف قاسية في حياته وصلته لارتكاب الجرائم دي، وفي كل الأحوال ده ما بيبقاش مبرر للجريمة. لكن ما بالكوا بقى لما الجاني يكون شخص غني ومتعلم، يعني ملوش أي مبرر. والحالة دي بتنطبق عن الشخص اللي هنتكلم عنه في حكايتنا النهاردة. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. الحكاية بتبدأ سنة 1956 في دولة باكستان. في السنة دي اتولد جافيد إقبال في أسرة غنية جدا، ووالده كان رجل أعمال كبير في باكستان. وسنة 1978 بدأ جافيد إقبال في دراسته الجامعية، لكن خلال الفترة دي قرر إنه هيبدأ يعتمد على نفسه ويفتح مشروع خاص بيه. وطبعا والده فرح ورحب بالفكرة. المشروع كان عبارة عن مصنع لإعادة تدوير الحديد، وأخد من والده بيت مخصوص علشان يعيش فيه وبالمرة يفتح فيه المشروع. وطبعا زي ما قلنا إن والده ما كانش عنده مانع أبدا، وكان فرحان إن ابنه كبر وبدأ يعتمد على نفسه. ولحد هنا كل حاجة ماشية كويس. طيب تمام، فين بقى المشكلة؟ أقولك إن المشكلة بدأت أول ما فتح جافيد إقبال المصنع، لأن الأهالي لاحظوا إن كل اللي شغالين عنده أطفال، وكمان بيخليهم يسكنوا معاه طول الوقت في البيت. ومن ضمن الأطفال دول كان في 3 بيناموا عنده،
يعني أكيد بكده النوايا بانت. فهمني طبعا. جافيد إقبال بدأ يتعرف عنه إنه بيتحرش بالأطفال، وتقدم فيه أكتر من بلاغ تحرش، ومنهم بلاغات تانية تحرش واغتصاب تحت تهديد السلاح. لكن جافيد في كل مرة كان بيخرج من القواضي دي زي الشعرة من العجين، علشان نفوذه وفلوسه طبعا. ده غير إن أبوه رجل أعمال كبير، فكان بيخرج لعدم كفاية الأدلة، أو لأن الشهود كانوا بيخافوا يشهدوا ضده. لكن بعد فترة والده بيموت وبيورث منه جافيد إقبال فلوس كتيرة جدا، لكن لسه الأفعال القذرة دي في دماغه. المصنع اللي كان فتحه بدأت تبقى سمعته مش كويسة، ومعادش حد من الأهالي بيرضى يشغل عياله عنده. فهنا قرر إنه هيقفل المصنع ويفتح مكان كبير فيه جيمز للأطفال، والمرة دي المشروع كل زباينه من الأطفال، يعني محدش هيشك فيه. وبدأ يستدرج الأطفال وبالتحديد الفقراء، ويخليهم يدخلوا ويلعبوا عنده من غير فلوس، وبعد كده يرمي فلوس على الأرض ويستنى يشوف إيه اللي هيحصل. وبمجرد الطفل ما يمسك الفلوس دي، يمسكه ويتهمه بإنه سرق الفلوس دي من المكان، وياخده عنده في غرفة خاصة، ويبدأ يهدده ويخوفه إنه هيسلمه للشرطة ويسجنه. وطبعا الطفل بيخاف وينهار، وهنا اللحظة اللي بيبقى مستنيها جافيد إقبال، وياخد من الطفل اللي هو عايزه، وبعد ما يخلص القرف اللي بيعمله يسيب الطفل يمشي ويخلي الفلوس معاه، علشان الطفل يخاف يقول اللي حصل معاه، ويفضل فاكر إنه ممكن يتسجن بالفلوس دي. تفكير شيطاني يعني. وفضل على الحال ده مرات كتيرة، وكانوا الأهالي بيلاحظوا إن عيالهم بيرجعوا من عند جافيد إقبال وشهم مخطوف ومرعوبين، وجسمهم عليه آثار اعتداء. لكن كانوا عارفين إن أي بلاغ بيخرج منه جافيد إقبال بسبب نفوذه وفلوسه، فكانوا بيمنعوا أطفالهم إنهم يروحوا عنده المكان ده تاني. ومرة في مرة بقى مفيش أطفال خالص بيروحوا المكان. بس طبعا جافيد إقبال مش هيسكت على كده، ده واحد القذارة والقرف في دمه. وهنا قرر إنه هيفتح حمام سباحة للأطفال وجنبه مدرسة. لكن برضه المشروع فشل، لأن خلاص الأهالي أي حاجة تبع جافيد إقبال بيمنعوا عيالهم منها، وبقت سمعته السيئة سابقاه في كل حاجة بيعملها. لحد ما بنوصل لمنتصف التسعينات. في الوقت ده اتنين شباب مراهقين في سن ال17 أو ال18 سنة شافوا جافيد إقبال وهو بيتحرش بطفل. المهم الشابين دول مسكوه ضربوه علقة موت، لدرجة إنه أغمى عليه من كتر الضرب، وبعد كده سلموه للشرطة. جافيد إقبال قعد فترة في المستشفى بعد العلقة دي علشان يتعالج، وبعد ما خف الشرطة أخدته واتسجن على ذمة التحقيقات معاه. وخلال الفترة دي رجال الشرطة هم كمان قاموا معاه بالواجب، ضرب وتعذيب وإهانة، روقوه يعني. وبعدها بفترة طلع بكفالة. لكن الصدمة لجافيد إقبال كانت لما عرف إن خلال فترة سجنه والدته حزنت عليه وماتت. وهنا بقى حس جافيد إقبال إنه تعرض للظلم من الشرطة ومن المجتمع كله، وإن والدته ماتت بسبب الظلم ده. وأخد عهد على نفسه إنه لازم ينتقم، وقال قسمه الشهير: أقسمت أن أنتقم من الشرطة، وسأجعل 100 أم تبكي على فراق ابنها. ومن اللحظة دي بيبدأ الفصل الأبشع في الحكاية. جافيد إقبال طول الوقت كان شايف إنه ضحية وإنه ما يستحقش اللي حصل معاه، ومش عارف إزاي الصراحة. وكان شايف إن وفاة أمه بسبب الزعل عليه غلطة كبيرة لازم الكل يدفع تمنها. وفعلا جافيد إقبال نفذ القسم، وبدأ يخطف الأطفال ويغتصبهم، وبعد ما يغتصبهم بيتخلص منهم. بس انتوا عارفين إزاي؟ ركزوا معايا في اللي الشيطان ده كان بيعمله. جافيد إقبال كان بعد ما بيغتصب الأطفال بيقتلهم، ويقطع جثثهم لأجزاء صغيرة، وبعد كده يحطها في براميل فيها مادة حمضية علشان يدوب الجسم وما يتبقاش منه أي حاجة. الحكاية دي بدأت مع طفل اسمه إعجاز محمد. الطفل ده كان عنده أخ، والاتنين كانوا يعتبروا في بداية سن المراهقة. المهم إعجاز وأخوه كانوا بيشتغلوا مدلكين، والشغلانة دي في باكستان أصحابها بيتمشوا في الشوارع والحدائق، وبيلبسوا خلخال في رجليهم علشان الناس تعرفهم. وفي يوم من الأيام إعجاز وأخوه كانوا قاعدين في حديقة مستنيين حد يطلبهم في شغل، وفجأة بيظهر قدامهم شاب صغير وبيطلب من إعجاز إنه يجي معاه لرئيسه في الشغل علشان يعمل له مساج، وهياخد ضعف السعر اللي بياخده في أي مكان تاني، وكمان البيت مش بعيد، هيخلص ويرجع على طول. وطبعا إعجاز بيوافق وراح معاه. ولما وصل قابل رئيسه في الشغل واللي كان جفيد إقبال، ومن بعدها إعجاز اختفى وما ظهرش تاني. جفيد إقبال بعد ما اعتدى على الطفل إعجاز قطع جثته وحطها في البرميل المليان بالحمض علشان الجثة تدوب بالكامل، وكان مصور كل اللي بيحصل صوت وصورة، وكاتب اسمه وعنوانه. واستمر الحال على كده. جفيد إقبال ياخد الأطفال يغتصبهم
وبعد كده يتخلص من جثثهم في البرميل. وبرضه كلهم كانوا متصورين صوت وصورة وأساميهم متسجلة عنده لحد ما وصل العدد ل100 جثة. جافيد إقبال بعدها أخد كل الشرايط اللي مسجلها للضحايا وراح بيهم لأكبر جريدة في باكستان، وحكى لهم قصته وطلب منهم إنهم ينشروها عندهم في الصحف والمجلات، وادالهم التسجيلات اللي معاه. في البداية طبعا الصحفيين قالوا عليه الراجل المجنون ده وما صدقوش كلامه، بس جافيد إقبال قال لهم لو مش مصدقيني تعالوا عندي البيت وهتشوفوا البراميل وفيها بقايا الجثث. الصحفيين طبعا ما كدبوش خبر وراحوا عنده في البيت، وأول ما وصلوا شموا ريحة بشعة جدا، ولما كشفوا البراميل اتصدموا من اللي شافوه: بقايا جثث متقطعة وشعر عايم على الوش، منظر مرعب وصادم لكل الصحفيين الموجودين. وعلى طول الجريدة بتنشر كل حاجة وبيبلغوا الشرطة باللي حصل، والشرطة بسرعة بتروح تقبض على جافيد إقبال وبيفتشوا البيت. الشرطة هناك بتلاقي 100 برميل فيهم بقايا جثث أطفال، وصور ليهم متعلقة على الحيطة وهم في حالة الاغتصاب. ولقوا كمان دفتر متسجل فيه أسامي وعناوين ال100 طفل، وبعض ملابس ليهم في كل حتة في البيت. القضية ساعتها ما كانش حد مستوعبها ولا مصدق إن ممكن شخص يعمل كده، ومش في طفل ولا اتنين ولكن في 100 طفل. وكمان طريقة التخلص من الجثث كانت في منتهى الوحشية والقسوة. وطبعا كل ده خلى القضية تبقى قضية رأي عام. جافيد إقبال لما بدأوا يحققوا معاه قال لهم إنه فعلا عمل كل ده، وسجل اللي عمله صوت وصورة علشان لما يجي يسلم نفسه يسلم الشرايط دي معاه. وادالهم كمان الورقة اللي كان كاتب فيها القسم اللي قاله بعد وفاة أمه، وقال لهم إنه كده مهمته انتهت ونفذ القسم. وفي 16 مارس سنة 2000 تم الحكم على جافيد إقبال بأغرب حكم في التاريخ، ووصفوه الناس إنه مخالف للتشريع والدستور، بس كان بالنسبة لأهالي الأطفال حكم علشان يبرد النار اللي في قلبهم. الحكم كان إعدام جافيد إقبال والمساعد بتاعه في منارة مشهورة في باكستان، وبعدها يقطعوا جثثهم ل100 حتة، وبعد كده يحطوها في برميل فيه نفس المادة الحمضية اللي كان بيتذوب فيها الجثث. وكل ده يتم قدام أهالي الأطفال علشان يرتاح قلبهم، بمعنى إن الجزاء من جنس العمل. بس للأسف إن بعد صدور الحكم وقبل تنفيذه جافيد إقبال هو والمساعد بتاعه انتحروا داخل زنزانتهم. وبتنتهي معاها قصة جافيد إقبال اللي وجع قلب 100 أم على ابنها وكان فاكر إنه ضحية. والحقيقة إن في زي جافيد إقبال كتير في الحياة، وكلهم دايما عايشين في دور الضحية وشايفين نفسهم مظلومين، مع إنهم بيبقوا أكتر ناس مؤذيين. ربنا يكفينا شرهم. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.